السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في قناتكم الخاصة بمتابعة أحوال الطقس في المغرب. قبل أن ندخل في تفاصيل النشرة، نذكركم بضرورة دعم القناة عبر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أحبائكم حتى تعم الفائدة، فبذلك تساهمون في نشر الوعي والتحذير من المخاطر الجوية. إخوتي وأخواتي، نحن أمام خبر عاجل وخطير، إذ تشير التوقعات الجوية إلى اضطراب قوي جدا أشبه بالإعصار سيدخل الأجواء المغربية ابتداء من يوم الأحد ويستمر تأثيره إلى يوم الاثنين. هذه الحالة الجوية ستتركز بالدرجة الأولى على المناطق الشمالية من المملكة، مدن طنجة، تطوان، الحسيمة، شفشاون، العرائش وزان والقصر الكبير ستكون الأكثر عرضة لتأثير هذه العاصفة، حيث ينتظر بحول الله هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف محلية. هذه الأجواء قد تؤدي إلى فيضانات سريعة وارتفاع منسوب الأودية، خصوصا في المناطق الجبلية كإقليم شفشاون، وهو ما يستدعي الحذر واليقظة. أما السواحل الشمالية من طنجة مرورا بأصيلة والعرائش فستكون على موعد مع بحر هائج وأمواج عالية تشكل خطرا على الصيد البحري والملاحة، كما أن المدن الداخلية مثل فاس، مكناس وتازة ستتأثر هي الأخرى بتساقطات مطرية ورياح قوية وانخفاض محسوس في درجات الحرارة. متابعين الكرام، ندعو الجميع إلى أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد وتفادي التنقلات غير الضرورية خلال فترة الذروة، والابتعاد عن مجاري المياه مع متابعة النشرات الجوية باستمرار. ولا ننسى أن نذكركم مرة أخرى بدعم قناتكم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من الناس. دعمكم لنا هو سر استمرارنا في تقديم هذه النشرات والتحذيرات التي قد تنقذ الأرواح وتجنب الخسائر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.